هو ليه العقل بيحب يأجل كتير؟ يعني تيجي تعمل حاجة يقول لك إيه، استنى نص ساعة واعملها، ابدأ ذاكر الساعة 9، ما تذاكرش الساعة 8، ذاكر 10. ليه بيعمل كده؟ لأن مخك بيبقى مقسوم جزئين، فبيكون في صراع بين الجزء اليمين والجزء الشمال. الصراع ده بيكون إيه؟ جزء عايز يقوم يعمل حاجة، فالجزء التاني بيهبطه يقول له لأ ما تقومش تعمل كذا، خليها الساعة كذا، بلاش تعمل كذا دلوقتي، ده مش وقته، ممكن بعدين، لسه في وقت، الامتحان لسه كمان شهر، ذاكر قبلها ب3 أيام هتلحق تلم. ده صراع بين النصين، النص اليمين والنص الشمال. الحل هتقسم المهمات بتاعتك كلها لاجزاء صغيره، حاجه اسمها مايكرو تاسكس. يعني التاسك الكبير هتقطعه حتت، وتبدا ان انت تبدا بكل شويه بحته صغيره تعملها. هتحاول ان انت لو هتاجل تسامح نفسك، تقوم وتاخد قرار وتذاكر لو هتذاكر. حاول ان انت تربط كل مهمه بمكافاه لنفسك. يعني مثلا تقول ايه، انا لو قعدت ساعتين النهارده ذاكرت، انا هكافئ نفسي مثلا ان انا انزل الف لفه بالعربيه واشتري ريد بول مثلا، ولا اروح اشرب اي حاجه في اي كافيه، او اروح اقعد في اي حته، او اروح اتفرج على فيلم مثلا في السينما. دي مكافآت لنفسك بتحفزك ان انت تبدا ان انت تاخد خطوه وقرار.